اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست يعني ايه لازم. يا جماعه انا رجعت استوديو تاني وبليز بقى نو كومنت، يعني خلاص بقى نو كومنت. تعودوا على فكره ان انا مجنونه وبغير رايي كل شويه وبفضل اعمل حاجات كتير مختلفه طول الوقت وبفضل اعمل حاجات عكس اللي انا كنت بقول ان انا عايزه اعملها لمجرد ان انا فكرت بطريقه مختلفه او حسيت حتى ان انا عايزه اعمل حاجه بطريقه مختلفه. يا جماعه الموضوع ساعات بيبقى ابسط من ما انتم متخيلين. يعني ساعات انا ما بيوصلش الموضوع ان انا افكر، حتى ان انا بحس حاجه بعملها وبجربها بس كده. ده شعار المرحله بالنسبه لي. فاهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست يعني ايه لازم. طبعا انتوا دلوقتي متوقعين مني ان انا اتكلم على موضوع اللوك الجديد، وقلت ان مفيش احسن من كده فرصه ان انا اتكلم على موضوع مهم جدا 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 لينا كلنا، الا وهو يعني ايه لازم احكم على الناس. يس disclaimer قبل الحلقة I may or may not، أنا مش متأكدة، يعني أنا مش متأكدة إن أنا هتكلم على الموضوع بتاعي في الحلقة ولا لأ، بس stay tuned. تمام. تخيل معايا يا عزيزي إن أنا اديت لك كتاب كبير كده، مثلا ده كتاب كبير كده، قلت لك اتفضل صفحة واحدة بس، اللي هو من الصفحة اللي هي مكتوب فيها السامري بتاعت الكتاب. عايزاك تقرأ الصفحة دي، اقراها، خد دقيقة عشان تقراها وتقول لي من الصفحة اللي انت قريتها دي ده كتاب حلو ولا كتاب وحش. البطل بتاع الكتاب ده شخص محترم ولا شخص وحش. النهاية بتاعت الكتاب عادلة وفير ولا مش كويسة، ولا نهاية مش ولا ظلمة لكل الأطراف. طبعا لو انت او انتي اشخاص عاقلين عادي هتقولوا لي ان ده مستحيل. ازاي ان احنا نطلع كل الجادجمنت ده على كتاب طويل عريض كبير من صفحة واحدة؟ صح؟ لان صفحة واحدة اكيد مش كفاية، اكيد حصلت احداث كتير، اكيد البطل ده كان من زوايا مختلفة، مرة شفناه حلو ومرة شفناه وحش، مرة الكاتب كان عايز يوريهولنا بطريقة معينة، مرة كان عايز يعلمنا منه حاجة. ازاي انا هحكم على كتاب كبير طويل عريض من صفحة واحدة؟ صح؟ لكن للأسف ده اللي احنا بنعمله كل يوم. فين في خلق الله نشوف بني آدم ورانا صفحة واحدة بس من حياته، وبناء على الصفحة دي احنا قررنا مع نفسنا كده، ملينا الفراغات وقررنا ده بني آدم وحش، ده بني آدم حلو، ده بني آدم متدين، ده بني آدم كافر، ده بني آدم عنده أخلاق ومتربي، ده بني آدم مش متربي، ده بني آدم مش عارفة ايه. بس كده لمجرد ان احنا شفنا موقف واحد من مواقفه او حاجة بسيطة من الحاجات اللي لا يعني ما تتعدش ان هي تكون اقل من 1% من حياته كلها. انا كنور يعني اغرب حاجة بالنسبة لي في موضوع الاحكام ده ان الناس بتعمله، وانا من معاكم ان احنا بنعمله بثقة شديدة، ثقة كده عمياء وكأنه حاجة يعني مسلم بيها. يعني خلاص هو كأن انا بتكلم الشمس تشرق من المشرق، في ثقة كده غريبة مريبة احنا بنتكلم بيها وبنحكم بيها على بعض. ثقة كده اصلا لو وقفنا كده لحظة، وانا عايز يعني انا بدعوكم تقفوا معايا لحظة واحدة بس، هنستغربها كلنا. يعني الثقة دي احنا جايبينها منين؟ انا ما عنديش فكرة. حد اتطلق مثلا، ده انا لو مكانها كنت استحملت. وحد ساب شغله بعد ما كان شغال في وظيفة مستقرة أو كان عنده وظيفة أنت أو أنت تحلموا بيها، ده شخص متهور، ده ما بيفهمش وما بيفكرش في مصلحة. أنا لو مكانه كنت فضلت قاعد في الوظيفة دي وبسطت بالمرتب وحياة ستيبل ومعرفش إيه، ولا عمري كنت فكرت إن أنا أبتدي حاجة مع نفسي. واحدة مش بتشتغل، ده ما عندهاش طموح، ده ما فيش هكسوس هتقوم تحاربهم، ده هي عيالها هيطلعوا فشلة زيها، ده هي عيالها مش هيطلعوا ناجحين، ده هي ست ما شافتش طموح ما شافتش حياة. واحدة بتشتغل، ده انتي ده انا لو مكانها مستحيل اسيب ولادي، مستحيل اسيب ولادي، انا لازم هقعد وهربي الولاد وهطلعهم صالحين وهركز احنا دايما عندنا رأي، ودايما الرأي ده بيجي منين؟
وده بقى موضوع الحلقة. هنفهم مع بعض كده واحدة واحدة الرأي ده بيجي منين. الرأي ده بيجي بكل بساطة لأن احنا تخيلنا ان احنا مكان البني آدم. احنا تخيلنا ان احنا عشنا حياته، او مش عشنا حياته، يا ريت نتخيل ان احنا عشنا حياته، احنا بنتخيل ان احنا في نفس الموقف ده مكانه. ودي حاجة غريبة جدا. لو انت ممكن تكون في نفس الموقف ده مكانه، بس هل انت نفس الشخص؟ انت مش نفس الشخص نهائيا. انت مش نفس الشخص. هل انت نفس الشخص؟ هل انت اتولدت بنفس ظروف الشخص ده؟ لا. هل انت اتربيت بنفس الطريقة؟ تعرضت لنفس المواقف اللي هو تعرضتها؟ فيرجن الحب عندك هو نفس فيرجن الحب عنده؟ فيرجن الخوف والخذلان والضغوط والصدمات والنجاحات كمية مخك مختلفة عن كمية مخه. لو انت نفس الشخص بنفس طفولته، بنفس حياته، بنفس الصدمات اللي اتعرض لها، بنفس طريقة تفكيره، بنفس شخصيته، ساعتها اقولك انت ممكن لو مكانه قولي ممكن تعمل ايه. لكن طول ما انت جاي، طول ما انت جاية بتاريخ مختلف، بشخصية مختلفة، بباك جراوند كاملة مختلفة، مستحيل تكوني مكانها. مستحيل. لان الموقف اللي حصل قدامك ده هو مش موقف هي فكرت فيه دلوقتي في خلال 5 ثواني. الموقف ده جاي as an outcome، as نتيجة لحياتها، لطريقة تفكيرها، للي هي تعرضت له. الموضوع أكبر بكتير جدا 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 من اللقطة السينمائية اللي احنا شفناها في الآخر. فمهما كنت أو كنتي متخيلة إن انت تعرفي عن البني آدم اللي قدامك، فإحنا ما نعرفش حاجة. وفي حتة ناس كتيرة جدا بتخاف تقولها في موضوع الأحكام ده. إحنا لما بنحكم على بعض أو بنصدر أحكام معينة على بعض، ساعات بنعمل كده عشان نحس إن إحنا أحسن منهم. وعلى فكرة لو أنت أو أنتي حسيتوا في يوم من الأيام بحاجة زي كده، فأنا جاي أقول لكم إن أنتوا مش لوحدكم، ده كلنا. بمعنى لو لقيتي نفسك بصالي النهاردة وشايفة وعمالة تقولي ده بصي قلعت الطرحة، ده هي بعدت عن ربنا، ده هي وحشة، ده أنا أحسن منها، ده أنا بصي محجبة بقالي كام سنة، ده أنا عمري ما هعمل كده زيها. مش جاي أقولك النهاردة ان انتي وحشة، انا جاي اقولك ان ناس كتيرة جدا 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 بتفكر زيك، وان ده احد الاسباب المنطقية ليه احنا بنحكم على بعض. علشان في احكامنا على بعض احنا بنحس ان احنا احسن. طول ما انت غلطان انا صح، طول ما انت فاشل انا ناجحة. علينا بيفكر فيها كده. مش بقول ان ده صح ومش بقول ان ده غلط، بقول ان ده common، بقول ان ده منتشر عندنا كلنا. فيلا بقى نواجه بقى الحقيقة كده ونقعد عادي. مشاكلنا هي مشاكلنا كلنا مع بعض، هي نفس المشاكل. فنفهم، يعني نحاول نفهم التفكير ده أصلا جاي منين. من هنا أنا عايزة أتكلم على جانب مهم جدا جدا للموضوع، وهو الجانب العلمي والجانب النفسي للموضوع. في علم النفس مفهوم لذيذ قوي اسمه خطأ الإسناد الأساسي. يعني إيه يا نور خطأ الإسناد الأساسي ده؟ فكرته ببساطة إن البني آدم متبرمج على إنه لما هو يغلط، يعني لما أنا أغلط أرجع الغلط ده للظروف، لكن لما غيره يغلط يرجع الغلط ده لشخصيته. بمعنى يعني إيه؟ يعني أنا اتعصبت النهاردة على أولادي، اتعصبت ورحت داخلة متعصبة ومعرفش إيه. أنا هقول أصل أنا كنت مضغوطة، أصل أنا حصل لي كذا وكذا 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 وكذا، فأنا كنت مضغوطة علشان كده اتعصبت. لكن لو حد تاني، أم تانية اتعصبت وعملت نفس الموقف، أول حاجة هفكر فيها أصل هي عصبية، أصل عيالها يطلعوا عصبيين زيها، بص دي أم وحشة جدا. أنا النهاردة اتأخرت، أصل الطريق كان زحمة، أصل أنا كنت سحلت في معرفش إيه وحصل لي كذا وحصل لي كذا، أصل معرفش إيه. غيري اتأخر
ده بني ادم مستهتر، ده ما عندوش احساس بالوقت. ليه؟ لان احنا بنشوف قصتنا احنا كاملة، لكن بنشوف من حياة الناس لقطة واحدة بس، اللقطة اللي انت شفتها او اللي انت شفتيها في الموقف اللي حصل قدامكوا ده. وعشان كده احكامنا عن الناس كلها احكام حرفيا ناقصة، هي احكام حرفيا ناقصة. وده ياخدنا لنقطة اعمق شوية. علم النفس والاعصاب والدراسات الطويلة العريضة اللي اثبتت بدل المرة 14 مرة ان البني ادم، يعني احنا لو جبنا 2 اتربوا بنفس، يعني 2 في نفس السن، نفس القدرات العقلية، نفس الظروف الاجتماعية، بس كل واحد فيهم اتربى او طلع في بيئة مختلفة عن التاني، كان عنده طفولة مختلفة عن التاني، كان عنده تجارب مختلفة عن التاني. 2 لو اتحطوا في نفس الموقف ممكن كل واحد فيهم يصير بطريقة مختلفة، لدرجة ان هم بيقولك ان لو اخين في نفس البيت مع نفس الاب ونفس الام ونفس الظروف الاجتماعية ونفس الظروف الاقتصادية ونفس كل حاجة، بيقولك ان فيرجن الاب والام دول عند كل واحد فيهم مختلف عن التاني، وان نفس الشخصين لو تعرضوا لموقف معين في يوم من الايام ممكن جدا جدا هما الاتنين يختاروا حاجة عكس بعض خالص، وهتبقى ليها معنى وليها مبرر قوي جدا عند كل واحد فيهم. فاللي أنا جاية أقوله النهاردة هو لو هترجع خطوة ورا وتحط نفسك بجد مكان الشخص اللي قدامك، أول حاجة أنت لازم تفهم إن مستحيل أساسا أكشلي تحط نفسك مكانه. أنت عشان تحط نفسك مكانه ده أمر بالماث، يعني بالمنطق مستحيل. لكن أنا عايزاكي تفهمي حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، هو ان الحاجة اللي انتي شايفاها مستحيل ان انتي تعمليها دي، البني ادم اللي قدامك شايفها منطقية جدا. يعني هو شايفها منطقية جدا، وشايف ان ده التطور الطبيعي للحاجة الساعة، وشايف ان بالنسبة له ده يعني عين العقل. وده مش معناه ان انتي اعقل، ان انتي اعقل واحدة في التاريخ وهو اغبى واحد في التاريخ. ده بكل بساطة معناه ان انتم مختلفين عن بعض. اللي له معنى بالنسبة لك مش شرط يبقى له معنى بالنسبة لي، واللي له معنى بالنسبة لي مش شرط يبقى له معنى بالنسبة لك. من أهم الحاجات اللي أنا عايزة أتكلم فيها هو موضوع الجانب الديني. كل الأديان بلا استثناء طلبت مننا إن احنا نتواضع. طب هو التواضع ده جاي بناء على إيه؟ ليه طلبوا مننا إن احنا نتواضع في الأديان كلها؟ التواضع ده مبني على حقيقة واحدة بس، حقيقة إن أنت ما تعرفش، حقيقة ان انتي ما تعرفيش، انتي ما تعرفيش حاجة، ما تعرفيش حاجة عن البني ادم اللي قدامك. فنتواضع علشان you never know ايه اللي حصل، you never know البني ادم ده مر بايه، الثوت بروسس بتاعته كانت عاملة ازاي. واشهر قصة في ديننا الاسلامي موضوع اللي قتل 99 نفس وراح يقتل النفس الاخيرة وماتوا قبل ما يعني، ومات في الاخر، وفي الاخر ربنا غفر له. هو احنا دلوقتي لو بصينا عليها من بره ده راجل يعني ما عدى الفلنكات في الأذية، يعني ما فيش بعد كده أذية. طب ليه قصة زي كده حصلت؟ عشان يعلمنا ان احنا اول حاجة احنا ما نعرفش نيته عاملة ازاي، ما نعرفش اللي جواه نيته عاملة ازاي. ده بني آدم حرفيا نيته كانت ابيض واللي عمله كان اسود. هو أنا مين وإنتي مين وإنت مين عشان نحكم على بني آدم أصلا، ونحط ليبلز ونحط بانرز كبيرة، ده كذا، ده دي كذا، ده لا 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 لا. النوايا مليانة حاجات انت ما شفتش عدد المرات اللي بني آدم ده قاوم فيها، ما شفتش عدد المرات اللي وقع فيها، ما شفتش عدد المرات اللي حاول فيها يقوم بعد ما يقع. انت ما شفتش، انت ما تعرفيش كم مرة البني آدم اللي قدامك ده وقعت كم مرة، وقعت مليون مرة وانت ما كنتش موجودة، حست بمشاعر كتيرة جدا جدا جدا، اتسلبت منها حريتها كتير جدا 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 وانت مش موجودة. انت لو جبنا شاشة تلفزيون كبيرة كده، سينما كبيرة،
وعرضنا حياة البني آدم ده قدامك على سينما كبيرة، بس مش الموقف بقى اللي انت بتحكمي عليه فيها، الفيلم كله. والله العظيم ممكن جدا تبقي قاعدة وتقولي ده الحمد لله ان هي لسه عايشة معانا، الحمد لله ان هي ما ماتتش مثلا، مصلاش حاجة، الحمد لله ان البني ادم ده مثلا ما اتسجنش، ما ادمنش ومات. ما هتلاقي نفسك بتفكر اللي هو ايه ده، ايه ده، انا ازاي حكمت عليه من موقف ونسيت ان في فيلم كبير ورا، في حاجات كتيرة جدا انا معرفهاش. نسيت ان ممكن يكون هو مثلا بيعمل ذنب قدامك، انت شايف ان الذنب ده حاجة كبيرة جدا، بس بينام كل يوم على المخدة وهو متضايق من الذنب اللي هو بيعمله. احنا بقى ولا ربنا؟ هل في انديكيتور، هل في مؤشر يبين لنا البني ادم ده بينه وبين نفسه ايه الديالوج بتاعه؟ يعني هو من جوه دماغه كده ايه اللي بيدور جوه دماغه؟ لا، مفيش. هل هو هيقول لك؟ برضو لا. بس الدنيا بتلف، واللي انت فاكر او اللي انت فاكره ان انت عمرك ما هتعمليه، انا جايه لك اهو من المستقبل وبقول لك هتعمليه. هتعمليه لو انت محظوظه في الدنيا وربنا كاتب لك نعمه الوعي. لو انت محظوظه او لو انت محظوظ في الدنيا دي وربنا كاتب لك نعمه الوعي، هيرزقك بحاجه من اتنين: يا هيخليك تعمله عشان يحسسك باحساس البني ادم اللي عمله، فيعلمك ان انت ما تحطش صباعك كده ولا تبوينت فينجرز على حد، يا هيخليك تعمله، يا هيخليك تقرب من حد قوي عمله عشان تشوف ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. الحياة عمرها ما كانت قرار صح وقرار غلط. ساعات جدا بيبقى بني ادمين كتير بيختاروا من قرار سيء وقرار اسوأ منه. اختار بقى يا معلم، عيش بقى مشاعر البني ادم اللي قدامك، خش جوه مشاعره، افهم الثوت بروسيس بتاعته كانت عامله ازاي. هتلاقيه غلبان يا عيني، هو الراجل غلبان، اختياراته عمرها ما كانت كده. وانا الحمد لله انا بعتبر نفسي من الناس المحظوظين في الدنيا، لان انا حياتي كان فيها تجارب كتير جدا 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 جدا. ربنا الهمني وربنا اراد ان انا نص الحاجات اللي في الدنيا اعملها والنص التاني اكون جنب ناس كتير جدا، يعني قريبة قوي قوي من ناس عملوها، عشان اتعلم الدرس المهم ده: ان مهما 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 وايمين مهما، والله لو مهما شفت البني ادم اللي قدامك بيعمل حاجة انت شايف ان هي بكل المقاييس الدينية والاخلاقية والاجتماعية وال غلط، معلش، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها صح ولا غلط. وحتى لو في حاجة اسمها صح وغلط، ما ينفعش ان انا اقول على البني ادم ده ان هو وحش، ان هو عاصي، ان هو مذنب، ان هو كافر، ان هو الديسيجن او القرار اللي البني ادم ده اخده جاي وراه حرب طويلة عريضة انت متعرفش عنها اي حاجة. ولو انا هرفلكت على نفسي وعلى موضوع ان انا قلعت الطرحة، انا مش justify، معرفش يعني ايه justify بالعربي، انا مش هقعد ابرر انا اسبابي كانت ايه، لكن بالنسبة لي حاجة curious جدا جدا جدا، يعني حاجة خلتني عندي فضول كبير جدا 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 ان انا اشوف مين الناس اللي هيتغيروا معايا، مين الناس اللي هينتقدوني، مين الناس اللي هيحكموا عليا من حاجة زي كده. لان ده بالنسبة لي a huge indicator للبني آدم اللي قدامي. أنا مش محتاجة إن أنا أعرفك حتى أصلا أنا فكرت في ده ليه أو عملته ليه، لأن أنا شايف إن دي حاجة شخصية جدا جدا جدا.
بني آدم بكل بساطة قرر إن هو يعمل حاجة في حياته، حاجة شخصية جدا في حياته، شخصية بمعنى قرر شكله يبقى عامل ازاي، لبسه يبقى عامل ازاي، حياته تبقى عاملة ازاي، يتجوز، يتطلق، يشتغل، يلبس، يقلع، حاجة شخصية جدا بيه. ازاي اصلا انا ابقى شايف ان انا ليا رأي في الموضوع؟ ولا اصلا اطلب من البني ادم اللي قدامي يشرح لي هو عمل كده ليه، لانه مش مطلوب منه انه يعمل كده، بس مطلوب منك ان انت تدي مساحة للي حواليك يكونوا نفسهم، يبقوا عايزين يعملوا اللي هم عايزين يعملوه. ولو انت او انتي ربنا انعم عليكم بنعمة الوعي وبنعمة لين القلب، جربوا تاخدوا خطوة وتعرفوا البني آدم اللي قدامكم، تعرفوا هو عمل كده ليه، تعرفوا أسبابه كانت إيه، ولو هو شرح لكم تفهموا إن مش لازم الحاجة اللي ليها معنى بالنسبة له تبقى ليها معنى بالنسبة لي، والحاجة اللي ملهاش معنى بالنسبة له تبقى ملهاش معنى بالنسبة لي. أنا النهاردة لما النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيواسي ولد صغير عشان العصفور بتاعه مات، حاجة كبيرة جدا على الولد، لكن حاجة لا تعني شيء عند النبي عليه الصلاة والسلام. كان ايه الدرس من الموضوع ده؟ الدرس ان ممكن انا اتعور تعويرة صغيرة توجعني انا قوي، وممكن افضل موجوعة منها طول اليوم. نفس التعويرة دي بالنسبة لك ولا ليها اي معنى. هل ده معناه ان انا مش من حقي ان انا اتوجع؟ لا، من حقي ان انا اتوجع عادي، ومن حقي ان انت كمان تكون معايا وتقولي سلامتك وتحس باحساسي كمان. لا من حقي ان انت يعني ما ينفعش تقلل من وجعي، ولا انت ينفع تقارن اللي انا بعمله اللي انا مريت بيه باللي في حياتك. يعني احنا مختلفين واحلى حاجة ممكن نعملها مع بعض في الحياة اللي احنا عايشين فيها دي هو ان احنا ندي مساحة لبعض، ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه. انك تدي مساحة للبني ادم اللي معاك يكون اللي هو عايز يكونه، يعمل اللي هو عايز يعمله، صح؟ في النهاية لو انا هنهي الحلقة دي بحاجة، فهتبقى ان المشكلة مش في ان احنا بنحكم على الناس. احنا ممكن نحكم على الناس براحتنا، لكن المشكلة ان احنا كتير بننسى حجم جهلنا، بننسى ان احنا ما نعرفش، بننسى ان اللي قدامنا ده عاش سنين طويلة احنا ما شفناهاش، حارب 1000 حرب احنا ما نعرفهاش. ويمكن لو عرفنا القصة كلها يمكن نغير رأينا. بس خلي الباب مفتوح، وخلي عندك سعة صدر، ودايما فكر ان الكراسي والترابيزات بتلف، وان اللي انت فاكر النهاردة انك انت بعيد عنه ممكن جدا بكرة تلاقي نفسك بتعمله، وهتبقى محتاج حد يديك المساحة انك تعمل اللي انت عايز تعمله. تمام؟ اشوفكم الحلقة الجاية.